الفكرة بدأت معانا من 4 سنوات إن إحنا إزاي نعيد فنون هذا الشعب، يعني فنون هذا الشعب، إن إحنا لاحظنا حالة تغريب شديدة كده. فبصينا في الأول في دايرة الفرجة الشعبية، والفرجة الشعبية مصطلح ممكن أكاديمي جدا، لكن هو ببساطة كتير شديدة إن حياتنا كلها اليومية تخلو من فكرة الفرجة. بدأنا من 4 سنوات نعيد فكرة هذه العروض الشعبية بحالتها، واحنا سبقنا التجارب العالميه في فكره مسرح الشارع من خلال مسرح الفرجه الشعبيه، لان مسرح الفرجه الشعبيه مسرح قليل التجهيزات، يقدم في الشارع وفي المتنزهات وفي الحدائق العامه، وبيتناول موضوعات غايه في السخونه. المنجز الحقيقي الواحد بيفخر بيه في الملتقى ده مش المعرض اللي فيه 150 عروسه، ومش ال5 عروض، مش شغل 5 سنين، لا 10 شباب اللي طلعوا ده. ان المعرض ده قدموا مجموعه من الشباب الشعبيه. فالعروسه الشعبيه لها انواع متعدده وكتير. عندنا عروسه مرتبطه بالمناسبات زي عرائس الاحتفالات الدينيه، فعندنا عروسه مولد النبي، عندنا من عروسه مولد النبي 10 تصميمات مختلفين، كل تصميم نضربه في 3 احجام، يعني عندنا 30 شكل